تفتكر الموت هو نهاية الرحلة؟ في قبيلة الداني الموت مش نهاية خالص، الموت عندهم بداية عذاب أبدي. الجثة بتفضل واقفة وسط الأحياء، عينيها مطفية بس لسه بتراقبه. قبل ما أبدأ صلي على النبي واعمل لايك وتابعني. في قلب بابوا شرق أندونيسيا قبيلة اسمها الداني، عندهم طقس مرعب. اللي بيموت عندهم ما بيدفنش، بيتحول لموميا متفحمة واقفة بين الناس كأنها لسه عايشة. لو مات الأب جسده ما يترميش ولا يستريح، العيلة نفسها وخاصة ابنه بياخدها ويبدأ طقس التحنيط بالدخان. الابن بإيده هو بيعري الجثة من هدومها، ينظفها بأعشاب مرة وبعدين يسحبها جوه كوخ صغير شبه الفرن. النار بتفضل مولعة ليل نهار والدخان يتخلل كل مسام الجلد. الأب بيتحط في وضعية جلوس، ايديه ورجليه مربوطين عشان ما يتفكوش مع الوقت، والابن قاعد قصاد جثة أبوه يشوفها بتتحول قدامه يوم ورا يوم. العيون تنكمش وتختفي جوه الجمجمة، الجلد يتشقق ويبقى اسود متفحم، الأصابع تنشف وتبقى كأعواد خشب كأنها لسه ماسكة الحياة. والابتسامة ابتسامة مشوهة مرسومة بالعافية عمرها ما بتروح. والموضوع مش بس دخان، كمان بيدهنوا الجثة بزيوت لزجة ريحتها تخنق، مزيج من دخان الفحم ولحم بشري محترق. بعد أسابيع طويلة لما الجثة تتصلب وتتحول لخشب اسود، تتشال من الكوخ وتتعلق عند مدخل القرية. تفضل واقفة وسط الأحياء شايفة وسامعة كل حاجة. الأب بيبقى حاضر صامت بيراقب عيلته حتى بعد الموت، والابن عارف ان اليوم هيجي لما ابنه هو كمان يقعده جوه كوخ الدخان ويكرر نفس الطقس من غير رحمة. وهكذا الكرة تمتلئ بمومياوات عمرها مئات السنين واقفة متفحمة كأنها رافضة تسقط، شاهدة على سلسلة رعب لا بتنتهي ولا بتتقطع. لكن الحقيقة الموت في دين ربنا مش لعنة ولا سجن، الموت بداية لطريق فيه عدل ورحمة أكبر من الدنيا كلها. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وتابعني، وخليك دايما فاكر الرعب الحقيقي لسه ما بدأش، الرعب لسه هيبتدي.